بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وما زلنا معكم في البرنامج الذي يقيمه وقف توداف، نسمو مع رمضان. وها نحن معكم في المحطة التاسعة، ومع فضيلة الأستاذ الدكتور هاشم الطائي، لنتوقف معه في وقفات في القرآن الكريم وفي محاضرة طيبة قيمة بإذن الله تحت عنوان القرية في القرآن الكريم ودلالاتها. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سأدخل في الموضوع مباشرة لضيق الوقت. حقيقة استوقفتني لفظة القرية ومجيئها في القرآن أكثر من 50 مرة، تقريبا 52 مرة وردت في القرآن بصيغ متعددة: قرية، قرى، القرية، هكذا. وكلما كنت أقف عند آية من هذه الآيات أحس فيها أن فيها دلالة وفيها نوع من الترابط بينها وبين بقية الآيات التي وردت في القرآن الكريم. بالمناسبة القرية في القرآن تعني المدينة أيضا، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قبلها ماذا قال؟ قال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. فالربط ما بين الأولى والثانية تعني القرية والمدينة ذاتها. وفي سورة ياسين كذلك: وجاء وضرب الله مثلا قرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ثم يستمر النص فنجد قول الباري عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فدلالة القرية والمدينة واحدة في القرآن الكريم. وكأن الله تبارك وتعالى يقول أن الناس يبدأون بقرية صغيرة ثم يتكاثر عددهم فيبلغون على ما جاء في سورة يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. هذه الآية ورد فيها أنه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. فكانت تعداد القرية 100,000. وربما في سورة ياسين لما أرسل المرسلين أرسل 2 ثم عززهم ب3. هذا البعد الزمني بين المرسلين ربما تحولت من قرية بسيطة إلى مدينة كبيرة، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وأيضا هناك دلالة والله أعلم قد تكون يعني صحيحة، أنه هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة أن الدعاة المرسلين قد غطوا الدعوة في كل أماكنها، يعني لم يهمهم مركز القرية أو المدينة بل انصرفوا حتى إلى أقاصيها. وأيضا هذه دلالة يعني مسلمي الأرياف وتمسكهم بالإسلام بصراحة حتى الاستشهاد. وهذا يعني حقيقة يعني وهذه حقيقة لفتة يعني الله أعلم قد تكون صحيحة من خلال الواقع الذي ندرسه اليوم. وتكرار كلمة القرية في القرآن جاء حقيقة يعني بهذه الصور المتعددة، كأنه يقول لنا في هذه الأيام العصيبة من تاريخ الأمة: لماذا تفككت اللحمة الاجتماعية في مجتمعاتنا؟ لماذا تنهب الأموال، تهتك الأعراض، تصادر الممتلكات والدور؟ لماذا دمرت المدن والقرى والنجوع فوق ساكنيها؟ لماذا زهد الناس بمدنهم وقراهم وهجروها إلى غيرها؟ نسمع مثلا في سورة الأنبياء قول الباري عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة
ثم أنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الآيات في سورة الأعراف قول الباري عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نجد نوع من الترابط بين هذه الآيات بأنه القرية وكأنها كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان منهم أعلاها وكان منهم أسفلها. هذا الذي أراد الخرق الذي يخرق في أسفل السفينة قال صلى الله عليه وسلم في النهاية فلو أخذوا يعني على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإذا يعني لم يأخذوا على أيديه غرقوا جميعا. بهذه الصورة القرية أيضا في القرآن كأن دلالاتها بهذه الصورة. يعني نسمع مثلا في القرآن مثلا أو نقف على بعض الآيات من هذه الصورة أن الله تبارك وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لماذا اختار المترفين بالذات؟ لماذا أكابر مجرميها ليمكروا فيها؟ لماذا مثلا ذكر الظلم والظالمين وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الآن نحن نتحسس مثل هذا يعني في الموصل وفي المدن السنية في العراق تعطل مشاريع الإسالة والكهرباء وتعطل الحياة والبنى التحتية وما إلى ذلك. كل ذلك دلالات عظيمة في هذا المعنى تحتاج إلى وعي للأمة أن تنتفض من هذا الحال الذي هي فيه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتعود إلى ما كانت عليه. ونجد أن أسباب الدمار والهلاك الذي مرت به القرى والمدن في بلادنا وبلاد المسلمين نجد مثلا العتو وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. نجد يعني هذا العتو هو الكفر بالله تبارك وتعالى والكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم سماع تحذيرات الله تبارك وتعالى ورسوله. يعني الترف والفسوق الظلم البطر وكأي من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. هذه القرية التي عملت الخبائث في زمن سيدنا لوط عليه السلام وظهرت فيها الفاحشة كيف دمرها الله تبارك وتعالى وجعل عاليها سافلها. المكر والإجرام التقليد الأعمى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. التكذيب الله ورسوله. هذه أسباب الآن يعني إذا أردنا أن نتفقدها في القرى والمدن التي حل بها الدمار وبشكل نسبي معين أو دمار كامل أو انمحت من الخارطة نجد أن هناك هذه الأسباب هي الأسباب القائمة. نجد بالمقابل يعني الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة
تثيب إلى رشدها إذا ما عملت 4 أشياء. الأول أنه عادت لإيمانها كما ينبغي أن يكون عليه الإيمان مع الله ورسوله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالآن كل مدينة وكل قرية حل بها الدمار يجب أن ترجع إلى الإيمان بالله ورسوله كما هو عليه القرآن في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السبب الآخر هو الإصلاح. غياب الإصلاح، وجود المصلح هو سبب يعني من أسباب الأمان والاطمئنان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني أمن غذائي وأمن اجتماعي وأمن أفراد وكما نسميه في هذه الأيام. لكن فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الآن هذا الجوع والخوف الذي مس أهل مكة يومها كما وصف القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كفروا دعا عليهم فمسهم الجوع، ويعني لبسوه لبسا هكذا بحيث اصفرت وجوههم وشحبت ألوانهم. اليوم نراها في مهاجر النزوح وفي المدن المدمرة، في كل المدن من ليبيا إلى اليمن نجد هذه الصور متكررة. وذات الأسباب أيضا، المصلحين في السجون يقبعون أو تحت التراب أو مشردين في البلدان. هذا الأمر يعني يجب أن ينتبه له للخروج من هذه الأزمات. مد الطرق وتأمين الطرق سبب من أسباب عودة الحياة إلى ما كانت عليه من الأمان والاطمئنان. وكذلك أيضا رفع الظلم عن المظلومين. يعني هذا الظلم إذا ما يرفع، يعني قول الباري عز وجل: وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة. فهذا الظلم إذا تحقق فيها، أو قوله وهي ظالمة، يعني دائما يمنع عنها الخير ويمنع عنها الاستقرار ويمنع عنها كل ما له صلة في الحياة الصحيحة من حياة الناس. لذلك لابد من الرجوع تماما إلى الله تبارك وتعالى، بحيث يصل الإنسان إلى حالة من الحالات السليمة، بحيث يعني يرفع الله عنه الظلم الواقع بالتضرع إلى الله كسبب ثالث من أسباب العودة إلى الحياة مع الله، وتجديد التوبة والاستغفار، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله في الرسول صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فتجديد التوبة والاستغفار سبب من الأسباب العظيمة في هذا المعنى. وقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عندما يبدأ الإصلاح ينتهي الفساد، فكلما تكاثر عدد المصلحين نصل إلى المعنى المراد الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بهذه العجالة أن يتقبل صيامنا جميعا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، وأن يرفع الغمة وهذا البلاء عن المسلمين جميعا وعن أحبتنا خاصة. شكر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وجزاكم خيرا. شكرا لكم أستاذنا العزيز. الله. أيها الأخوة الكرام، بعد هذه الوقفة الجميلة الرائعة في ألفاظ القرية ودلالاتها التي وردت في القرآن الكريم، التي أخذنا فيها أستاذنا الفاضل الدكتور هاشم الطائي جزاه الله خيرا، وبصرنا ببعض المواقف وما عليه حال أهل القرى،
أذكركم إخوتي الكرام أن برنامجنا يقام يوميا الساعة 6 بتوقيت بغداد وبتوقيت إسطنبول، نستضيف فيه مجموعة من العلماء الأفاضل والمشايخ الكرام والأكاديميين. فحتى ذلك الحين يوم غد إن شاء الله من المحطة 10 نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتقبل الله صيامكم والسلام.